السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيخ العطارين. أنا المفروض كنت أعمل الخلطة دي آخر حاجة زي ما إحنا متفقين، بس والله مطلوب مني كمية كبيرة منها، فقلنا إن نعمل دي جنب دي وبالمرة نعمل كميات كبيرة، حتى لو في حد من الجماعة العطارين حبايبنا عاوز يعمل الخلطة دي هسيبها له بالمقادير الكبيرة إن شاء الله تعالى. عشان ما نتكلمش كتير تعالوا نبدأ، عشان هي كبيرة. يعني كلمة 7 بهارات و10 بهارات و11 بهار ده اسم دارج، لكن ال 11 بهار وال10 بهار والكلام زي كده دي تقريبا من 24 ل 25 28 صنف لو احنا جودناها قوي. تعالوا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة معايا الفلفل الأسود. أول حاجة معانا زي ما احنا قلنا أدا الفلفل الأسود. تاني حاجة كزبرة، هي صاحبة القوام الكبير قوي. كمون ما شاء الله. انا حاولت احط المكونات صحيحه زي ما احنا قلنا. ده برازيلي رقم واحد، كزبره، كمون. ما شاء الله المكونات بتاعتها لما طحن هيبقى لها شكل ورونق تاني. القرفه زي ما احنا متعودين النص والنص. ادي القرفه معانا. انا حاولت احط النص الكميه بتاعها من الكاس، وده الكماله بتاعتها هتبقى قرفه عود، زر الورد، الكبابه الصيني او البهار الحلو، شويه حلوين برضو. التركه الجميله سنه اليانسون وسنه الشمر، دول بيدوا تيست عالي قوي قوي مع اي حاجه لو عاوز تحطها. بس طبعا يعني دايما غالبا بنحطها في اللحوم علشان خاطر ريحه الزفاره. ورق اللوري، حط معانا شويه حلوين برضو. حبهان، القرنفل، جوز الطيب، عرق الذهب او الدار فلفل، من الحاجات اللي هي اصلا محدش بيحطها، من النوادر قوي يعني برضو، بس هي تيست عالي، طعم حلو، بتدي طعم مميز كمان في البهار. روزماري بس بكميه اقل، والزعتر، معلقه الكركم، وكمان البابريكا علشان تعادل اللون، لان هي من غير البابريكا، الكلفه دي من غير البابريكا بيبقى لونها على اخضر، مدي على خضار، وفي ناس ما بتقدرش تقبله، يعني ما بيرضوش ما تيجي تديها له يقول له انت بتديني كمون، فاحنا برضو بنكسر اللون ده. الكركم مع البابريكا بيكسر معايا اللون. ومعانا بقى اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان هو التركه بتاعه السبع بهارات، من النوادر اصلا ان حد بيستخدمها. تين الفيل او الهيل الذكر، حبايه كبيره بتستخدم في 7 بهارات
بتدي تيست عالي جدا، ولها استخدام اخر برضو لو احنا استخدمناها عصرناها وخدنا الزيت بتاعها، حلوه جدا للمفاصل والعظام وكلام زي كده. الحاجات اللي بتدي تيست عالي جدا جدا في السبع بهارات. باقي كده معايا تركه بسيطه اللي هي بتاعه الشطه، على حسب الاستخدام بقى، في اللي عاوز يستخدم شطه، ما هوش عاوز، ده شيء يرجع له. نروح للزنجبيل. انا هحطه ناعم عشان انا اصلا انا اللي طحنه، فمش فارق معايا ان هو يبقى حصى، لان كده كده انا واثق من الجوده بتاعته. وفي حاجه بسيطه بتتحط، ممكن نحط كافوره او لا، بس في ناس بتتضايق منها عشان ريحتها. وبكده نكون خلصنا تقريبا السبع بهارات. يعني مش عارف، في حاجه بس اخيره. السبع بهارات كمنطلق عام هي اساسيات معايا: فلفل وكمون وكزبره، فلفل وكمون وكزبره والقرنفل والقرفه، وكمان الزنجبيل. في ناس بتحط الحبهان، في ناس بتحط جوز الطيب، في حد يشيل حاجه ويحط مكانها حاجه، لكن هم الاساسيات كلهم تقريبا 7 اصناف او 8 اصناف، لكن الباقي دي كلها مكملات، بس فعلا بتدي تيست عالي ورونق جميل. باقي كده معانا شداد القوى زي ما انا مسميه، الخلنجان، من الحاجات الجميله جدا، عشان زي ما احنا متعودين قلنا الزفاره الزفاره الزفاره. البهارات قبل ما هتكون بتدي تيست لازم يكون لها اساسيات، حاجه تشد صفاره، حاجه تدي تيست عالي، حاجه تدي نكهه، حاجه تغير طعم. في الاول وفي الاخر البهارات دي كانت قبل ما تستخدم كبهارات كانت كلها علاج. فبالتالي انا لما بحط حاجه، يعني احنا مثلا لو جينا نتكلم على عرق الدهب، ده من اقوى الاشياء في الطحن كاستخدام بالنسبه للجهاز التنفسي والكحه وكلام زي كده. الحبهان منشط للدوره الدمويه ومانع حدوث الغثيان والقيء وما الى ذلك. الورد، حاجات اللي هي بتخفض ضغط الدم وبتهديه وبتخلينا نشرب كوبايه كويسه، كل ده ما هو بيدخل. اللوري نفس الكلام، الكمون عشان خاطر موضوع الجهاز التنفسي اسف الجهاز الهضمي والكركره والغازات. القرنفل منشط دوره دمويه. فبالتالي الحاجات دي لما بتتجمع مع على بعضها مع الاكل بيبقى اسمه غذاء فعلا صحي، غذاء مفيد، وليس اللي هو انا اسف اللي هو الدارج اللي هو موجود في السوق اليومين دول. باقي معانا حاجه بسيطه بس اللي هي السكر، لو حد عايز يضيف معلقه سكر ومعلقه الحلبه ومعلقه سمسم. هنجيب معلقه السمسم المتحمص الاول اهي، معلقه سمسم محمص بتدي ريحه حلوه وبتدي تجميعه جميله. وطبعا ما نقدرش نستغنى عن المراره بتاعه الحلبه. وبكده نكون خلصنا السبع بهارات بالتجميعه بتاعتها من جميع المكونات. لو في حد عنده تعليق او اي حاجه يقدر يقول لنا انت نسيت حاجه ما ضفتهاش. تعالوا بقى نطحن ونشوف بعد الطحن هيبقى شكلها عامل ازاي. انا مش شايف، انا شايفها تتاكل كده من غير ما نعمل اي حاجه. يلا نشوفكم بعد الطحن. بسم الله. دي كده اخر حاجه معانا في الطحن اهي. ان شاء الله الريحه تجنن. شويه سبع بهارات كده يبقى احنا عملنا السبع بهارات بفضل الله تعالى. يعني محدش بيعمل الخلطه دي غيرنا، اللي هيعملها هيشوف احلى سبع بهارات ما كلهمش قبل كده. وبكده نكون عملنا خلطه السبع بهارات. تنفع معاك اي حاجه، الخلطه دي تنفع فعلا اي حاجه. لو عايزاها في كبده بتشتغل، عايزينها في خلطه حواوشي بتشتغل، بس بزياده بعض التكات كده برضو. يعني لو عايزينها في المخيه باميه اي حاجه بتشتغل، ما بتقولش لا.
لو حد محتاج اي خلطه يقدر يبلغنا، احنا زي ما احنا متفقين احنا طول شعبان هنعمل جميع الخلطات. نشوفكم على خير في فيديو جديد. المحل بتاعنا محل الشيخ العطارين، جمصة، منطقة المروة، أول شارع البريد. هنسيب رقم التليفون لو حد محتاج مننا أي حاجة. لو في أي كومنت حد عاوز يعدل حاجة احنا مش واخدين بالنا منها يقدر يساعدنا. المكان بتاعكم والقناة بتاعتكم تقدروا تعملوا اللي انتوا عاوزينه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، شير كتير علشان المعلومات توصل للناس اكتر. ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.